السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. أهلا بيكم تالتة إعدادي. النهاردة هنحل امتحان 14 محافظة البحيرة صفحة 115 بكتاب الامتحان. قبل ما أبدأ معاكم حبايبي أتمنى الاشتراك في القناة والدعم باللايك وتفعيل زر الجرس علشان قناتي تكبر بيكم وعلشان أي فيديو أنزله يوصل لحضراتكم بكل سهولة. أولا معانا الجغرافيا. أمامك خريطة لقارة أفريقيا، اكتب مدلول الأرقام الموضحة عليها في كراسة إجابتك. مسطح مائي رقم 1 ده ايه؟ المحيط الأطلنطي. رقم 2 نهر الكونغو. رقم 3 معانا على الخريطة ده إقليم مناخي، ده الإقليم الموسمي. رقم 4 منطقة يقل بها عدد السكان، دي صحراء كالهاري. يبقى مسطح مائي المحيط الأطلنطي، نهر الكونغو، إقليم مناخي الإقليم الموسمي، منطقة يقل بها عدد السكان، صحراء ايه؟ كالهاري. لا توجد دولة في العالم يتكون شعبها من سلالة واحدة. في ضوء العبارة السابقة اثبت بالأدلة أن سكان الولايات المتحدة الأمريكية ليسوا من سلالة واحدة. هنقول حيث الولايات المتحدة الأمريكية يضم شعبها سلالات مختلفة مثل السلالة المغولية والسلالة القوقازية والسلالة الزنجية. السلالة المغولية وهم الهنود الحمر الذين يمثلون السكان الأصليين. السلالة القوقازية وهم السكان البيض القادمون من أوروبا. السلالة الزنجية وهم القادمون عن طريق الهجرة الإجبارية من إيه؟ من أفريقيا. يبقى الولايات المتحدة الأمريكية يضم شعبها سلالات مختلفة حيث السلالة المغولية والسلالة القوقازية والسلالة الزنجية. السلالة المغولية وهم الهنود الحمر الذين يمثلون السكان الأصليين. السلالة القوقازية وهم السكان البيض القادمون من أوروبا. السلالة الزنجية وهم القادمون عن طريق الهجرة الإجبارية منين؟ من أفريقيا. ما المقصود بالديموغرافيا؟ والسؤال ده مهم. الديموغرافيا علم دراسة السكان من حيث النمو والتوزيع والتركيب السكاني. يبقى علم دراسة السكان من حيث النمو والتوزيع والتركيب السكاني. وضح أهم العادات والتقاليد الموجودة في بعض دول العالم وتؤثر على معدلات تعليم الإناث. هنقول حيث حرمان المرأة من التعليم في بعض المناطق حفاظا عليها أو بسبب المعتقدات الخطأ زي ايه؟ تفضيل الزواج المبكر للإناث. تاني، حرمان المرأة من التعليم في بعض المناطق حفاظا عليها أو بسبب المعتقدات الخطأ وتفضيل الزواج المبكر للإناث. يبقى عندنا 2، حيث حرمان المرأة من التعليم في بعض المناطق حفاظا عليها أو بسبب المعتقدات الخطأ وتفضيل الزواج المبكر للإناث. اكتب كلمة صواب أمام العبارة الصحيحة وكلمة خطأ أمام العبارة غير الصحيحة. يمر مدار الجدي بقارات استراليا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، صح. الشربين من أشجار الغابات النفضية، طبعا الزان من أشجار الغابات النفضية. يبقى العبارة خطأ. تنتمي جماعة التنجس من سيبيريا إلى السلالة المغولية، طبعا صح. تنتمي جماعة التنجوس في سيبيريا إلى السلالة المغولية، طبعا العبارة صح. السؤال اللي بعد كده اختر الإجابة الصحيحة مما بين القوسين. تظهر سلاسل جبلية في شرق آسيا منها جبال اليابان يسود جزر أندونيسيا المناخ الاستوائي وشبه الاستوائي. يقل السكان في بعض مناطق السهول الفيضية مثل سهول نهر الأمازون. يرجع زيادة معدلات الوفيات في قارة أوروبا إلى زيادة عدد كبار السن. السؤال بما تفسر وأسئلة بما تفسر دول كلهم كده مهمين. يوجد تشابه بين إقليم المناخ المداري وإقليم المناخ الموسمي. 2 نشأة السلالات البشرية المختلفة. 3 تركز السكان على السواحل الشرقية لقارة استراليا. دول الخليج العربي من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع. هنقول كل منهما من الأقاليم المناخية الحارة ويتشابهان في الخصائص المناخية، في صيف حار ممطر وشتاء جاف، والخصائص النباتية تنمو بها حشائش السافانا. يبقى الخصائص المناخية يتشابهان في الصيف حار ممطر وشتاء جاف، والخصائص النباتية تنمو بهما حشائش السافانا.
يبقى أول حاجة هتقول أن كل منهما من الأقاليم المناخية الحارة، ويتشابه الإقليم المداري مع الإقليم الموسمي في الخصائص المناخية، صيف حر ممطر وشتاء جاف. والخصائص النباتية تنمو به حشائش السافانا، بتنمو حشائش السافانا في الإقليم المداري والإقليم الموسمي. السؤال 2، نشأة السلالات البشرية المختلفة. هنقول لأن في أواخر عصر البلايستوسين انتشر الإنسان في قارات العالم المختلفة، خاصة قارات العالم القديم، ومع استقراره في البيئات المختلفة بدأ يؤثر فيها ويتأثر بها، فظهرت اختلافات في الصفات الوراثية بين البشر من حيث لون البشرة، طول القامة، حجم الرأس، شكل العين والأنف. ومن هنا نشأت السلالات البشرية، لأن في أواخر عصر البلايستوسين انتشر الإنسان في قارات العالم القديم، ومع استقراره في البيئات المختلفة بدأ يؤثر فيها ويتأثر بها، فظهرت اختلافات في الصفات الوراثية بين البشر من حيث لون البشرة، طول القامة، حجم الرأس، شكل العين والأنف. ومن هنا نشأت السلالات البشرية. رقم 3، تركز السكان على السواحل الشرقية لقارة استراليا. هنقول بسبب وجود المدن الكبرى مثل سيدني والمناطق الصناعية الكبرى. يبقى بسبب وجود المدن الكبرى مثل سيدني والمناطق الصناعية الكبرى. يعني ممكن نقول ايه يا مس؟ بسبب وجود المدن الكبرى والمناطق الصناعية الكبرى. السؤال 4، دول الخليج العربي من الدول ذات الدخل الاقتصادي المرتفع. هنقول لأنها تعتمد على الصناعة والخدمات وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة، ويتركز معظم سكانها في المدن في مستويات معيشة مرتفعة، ومن أمثلتها دول غرب أوروبا ودول أمريكا الشمالية ودول الخليج العربي بآسيا، وتعتمد على استخراج البترول وتصديره للخارج وتصنيع مشتقاته. يبقى هنقول لأنها تعتمد على الصناعة والخدمات وتستهلك كميات كبيرة من الطاقة، ويتركز معظم سكانها في المدن في مستويات معيشة مرتفعة، ومن أمثلتها دول غرب أوروبا ودول أمريكا الشمالية ودول الخليج العربي بآسيا، وتعتمد على استخراج البترول وتصديره للخارج وتصنيع مشتقاته. قارن بين نهر الدانوب ونهر أورانكو من حيث القارة التي يقع بها كل منهما. هنقول نهر الدانوب القارة أوروبا، نهر أورانكو القارة أمريكا الجنوبية. طب من حيث المصب الذي يصب فيه كل منهما، نهر الدانوب المصب البحر الأسود، أما نهر أورانكو البحر الكاريبي والمحيط الأطلنطي. السؤال اللي بعد كده ثانيا معانا التاريخ، صوب ما تحته خط في كل عبارة من العبارات الآتية. القوات المملوكية التي هزمت خارج حدود مصر عام 1516 ميلادية كان يقودها السلطان الغوري. الميناء الذي أبحرت منه الحملة الفرنسية سرا عام 1798 متجهة إلى مصر هو ميناء طالون. حاكم مصر الذي قام بتطهير البحر الأحمر من القرصنة لتأمين الطرق البحرية هو محمد علي. أعاق التطورات الدستورية في عهد الخديوي إسماعيل تدخل الدول الأوروبية. يبقى أعاق التطورات الدستورية في عهد الخديوي إسماعيل تدخل الدول الأفريقية، لا الدول الأوروبية. المدينة التي قام بها العربيون الاستحكامات لمواجهة زحف الجيش البريطاني بعد انسحابهم من الإسكندرية هي كفر الدوار. كفر الدوار. دلل تاريخيا على صحة كل عبارة مما يأتي. سياسة الحكم العثماني في مصر أدت إلى تدهور الزراعة والمجتمع الريفي. 2، كانت الحملة الفرنسية بداية معرفة أسرار الحضارة المصرية القديمة. 3، صحح الخديوي إسماعيل مسار التعليم والثقافة في مصر. هنقول بسبب معاناة الفلاح من كثرة الضرائب المفروضة على الأراضي الزراعية وتعسف وظلم الملتزمين في جمعها، وكمان إهمال الطبقة الحاكمة لتنظيم الري وإقامة السدود وحفر الترع. السؤال 2، كانت الحملة الفرنسية بداية معرفة أسرار الحضارة المصرية القديمة. هنقول
بسبب قيام علماء الحملة بعدد من الأعمال منها اكتشاف حجر رشيد الذي ترتب عليه التعرف على التاريخ المصري القديم. وممكن تختصر الإجابة وتقول إيه؟ بسبب اكتشاف حجر رشيد والذي ترتب عليه التعرف على التاريخ المصري القديم. السؤال اللي بعد كده، صحح الخديوي إسماعيل مسار التعليم والثقافة في مصر. هنقول حيث أعاد فتح ديوان المدارس وتوسع في إنشاء المدارس المختلفة. هنقول أعاد فتح ديوان المدارس وتوسع في إنشاء المدارس المختلفة. جيم، ما العلاقة بين مذبحة يافا البشرية وفشل نابليون في اقتحام عكا؟ هنقول مذبحة يافا البشرية كانت سببا في مقاومة واستبسال أهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم. يبقى تاني، مذبحة يافا البشرية كانت سببا في مقاومة واستبسال أهالي عكا في الدفاع عن مدينتهم. طيب هنا السؤال 2، ما العلاقة بين اكتشاف مؤامرة الضباط الشراكسة لاغتيال عرابي وزيادة التوتر بين وزارة البارودي والخديوي توفيق؟ السؤال ده مهم جدا يا سنة تالتة. هنقول بسبب اكتشاف هذه المؤامرة ترتب عليه محاكمة المشتركين فيها بالنفي إلى أقاصي السودان، ولكن رفض الخديوي توفيق التصديق على الحكم الذي صدر عليهم، فازداد التوتر بين الوزارة والخديوي. تاني، بسبب اكتشاف هذه المؤامرة ترتب عليه محاكمة المشتركين فيها بالنفي إلى أقاصي السودان، ولكن رفض الخديوي توفيق التصديق على الحكم الذي صدر عليهم، فزاد التوتر بين الوزارة والخديوي. اهو الإجابة بتاعت السؤال الأول والإجابة بتاعت السؤال التاني. يا ريت تركزوا على السؤالين دول لأنهم مهمين يا سنة تالتة. أكمل ما يأتي. موقع جلدران تمكن فيها السلطان العثماني سليم الأول من هزيمة الصفويين. المؤتمر الذي عقدته الدول العظمى للنظر فيها المسألة المصرية قبل ضرب بريطانيا لمدينة الإسكندرية في يوليو 1882 عقد بمدينة الأسيتانة. صاحب الدعوة لإنشاء الجامعة المصرية عام 1908 هو الزعيم مصطفى كامل، أول من تلقب بلقب الملك في عهد الدولة الحديثة في مارس 1922 هو الملك فؤاد الأول. أمامك صورة لأحد الزعماء الذين تولوا رئاسة الوزارة في مصر، وفي ضوء ذلك وضح اسم صاحب الصورة الذي عقد معاهدة مع إنجلترا قبل الحرب. طبعا مصطفى النحاس، طبعا قبل الحرب العالمية الثانية وإلغاها ب15 عاما. طبعا دي صورة مين؟ مصطفى النحاس. يعني حتى انت لو مش عارف اجابة السؤال بص على شكل الصورة. ما اسم صاحب الصورة الذي عقد معاهدة مع الانجليز قبل الحرب العالمية الثانية والغاها بعد 15 عاما؟ مصطفى النحاس. سبب الخلاف بين مصر والانجليز عقب اندلاع الحرب العالمية الثانية في سبتمبر 1939. هنقول بسبب إصرار بريطانيا على أن تعلن مصر الحرب على دول المحور، وهو ما كانت ترفض الحكومة المصرية لإتباع سياسة تجنب مصر ويلات الحرب. تاني، بسبب إصرار بريطانيا على أن تعلن مصر الحرب على دول المحور، وهو ما كانت ترفض الحكومة المصرية لإتباع سياسة تجنب مصر ويلات الحرب. جيم، لم يكن خلفاء محمد علي على شاكلته من حيث القوة والوعي بحيث يثبتون كفاءتهم في حكم البلاد. في ضوء العبارة السابقة، لماذا قرر محمد علي التخلص من المماليك؟ لماذا قرر محمد علي التخلص من المماليك؟ لأنه كان يرى أنهم يمثلون مصدرا للقلق والفوضى، وكمان ورغبة محمد علي في الانفراد بحكم مصر، ورغبة محمد علي في الانفراد بحكم مصر. يبقى واحد، لأنه كان يرى أنهم يمثلون مصدرا للقلق والفوضى. يرى مين؟ لأنه كان يرى المماليك أنهم يمثلون مصدرا للقلق والفوضى.
الفوضى. 2 رغبة محمد علي في الانفراد بحكم مصر. طب 2 من أسباب عقد معاهدة لندن الدولية عام 1840. 3 كيف عمل سعيد باشا 1854 إلى 1863 على النهوض بالجيش والبحرية. ما الأثر السلبي لرئاسة الأجانب للمحاكم المختلطة التي أنشأها إسماعيل عام 1875؟ ركزوا معايا يا حبايبي. أول سؤال معانا اللي هو رقم 2، ما أسباب عقد معاهدة لندن الدولية عام 1840؟ هنقول بسبب إدراك الدول الأوروبية أن محمد علي أصبح يمثل خطرا على التوازن الدولي نتيجة انتصاراته على السلطان العثماني وازدياد نفوذه. هنقول تاني، بسبب إدراك الدول الأوروبية أن محمد علي أصبح يمثل خطرا على التوازن الدولي نتيجة إيه؟ انتصاراته على مين؟ على السلطان العثماني، وإيه كمان؟ وازدياد نفوذه. 3 كيف عمل سعيد باشا على النهوض بالجيش والبحرية؟ هنقول جعل مدة الخدمة العسكرية 1 واحدة إجبارية للجميع، وفتح باب الترقي أمام الضباط المصريين، واعتنى بالترسانة البحرية فبدأ في إصلاح السفن وتجديد الأسطول. تاني، جعل مدة الخدمة العسكرية 1 واحدة إجبارية للجميع، فتح باب الترقي أمام الضباط المصريين، اعتنى بالترسانة البحرية فبدأ في إصلاح السفن وتجديد الأسطول. آخر سؤال معانا، ما الأثر السلبي لرئاسة الأجانب للمحاكم المختلطة التي أنشأها إسماعيل عام 1875؟ الأثر السلبي للمحاكم المختلطة يعني مساوئها. هنقول تمثل رئاسة القضاء الأجانب لها أدى إلى تدخلهم في سلطة القضاء التشريعي المصري وانحيازها للأجانب. هقول تاني، يبقى لما يسألك عن الأثر السلبي يعني عايز منك المساوئ. المساوئ أن رئاسة القضاء الأجانب لها أدى إلى تدخلهم في سلطة القضاء التشريعي المصري وانحيازها للأجانب. وبكده يا حبايبي نكون خلصنا امتحان 14. يا رب أكون أفدتكم حتى لو ب1%. لو كنت استفدت من الفيديو ما تنساش اللايك، لأن اللايك بيرفع الفيديو على القناة. زي ما انت استفدت تساعد ان زميلك يستفاد. مع السلامة بناتي وأولادي الأعزاء، إن شاء الله أشوفكم على خير في فيديو جديد.